بسم الله الرحمن الرحيم. مباراة الأهلي والقطن الكاميروني، فوز كبير للأهلي على القطن 3-0. طبعا شفنا المباراة النهاردة، أداء مميز جدا من النادي الأهلي. طبعا فريق القطن الكاميروني فريق مستواه يعني أقل مستوى في المجموعة، أقل من سان داونز وأقل من الهلال وأقل من النادي الأهلي. فكان طبيعي إن النادي الأهلي يكسب النهاردة المباراة رغم غياب عدد كبير من لعيبه الاهلي بسبب الاصابه. يعني النهارده الخط الهجومي كله بتاع الاهلي مش موجود، عبد القادر وقفشه وحسين الشحات وكهربا متولي المدافع، يعني في عدد كبير، والسوليه، في عدد كبير النهارده من لعيبه النادي الاهلي مش موجودين في المباراه بسبب الاصابه يعني. لكن المنافس النهارده الاهلي تعامل معاه بشكل كويس، واللي ساعد النادي الاهلي النهارده انه يبدا المباراه كويس الهدف المبكر اللي احرزه محمد شريف. الجون جه بدري في الثانيه 55 من بدايه المباراه، سهل المباراه على النادي الاهلي. ان دايما الفرق اللي هي بتبقى الاضعف الفرق، يعني زي فريق القطن الكاميروني، بيتكتل وبيقفل المساحات. فالبدايه كانت حلوه جدا للنادي الاهلي. من الهجمه الاولى قدر يحرز هدف. طبعا علي معلول النهارده نجم المباراه، ان علي معلول هو اللي عمل الثلاث اهداف النهارده، عمل 3 اسيست النهارده. الجون بتاع محمد شريف اللي في الاول، وبعدين جون القندوسي اللي في اخر الشوط الاول، الضربه الرأسيه اللي عملها برده بشكل كويس جدا علي معلول، والهدف الثالث برده اللي جابه رأفت خليل. علي معلول هو يعني نقدر نقول نجم المباراه النهارده، 3 اسيست ب3 اهداف، وكان الاهلي يقدر يكسب اكتر من كده. مباراه سهله، الاهلي اداها بجديه شديده جدا. طبعا مفيش اي وقت او اي يعني فرصه للدلع او الاستهتار، ان النادي الاهلي لازم يكسب ماتشاته في بطوله افريقيا في دور المجموعات. لازم يكسب زي ما كسب النهارده القطن، ولازم يكسب القطن في الكاميرون، ولازم يكسب الهلال السوداني هنا في مصر، ويحاول يعمل نتيجه ايجابيه في جنوب افريقيا مع سان داونز. يعني يتعادل، يا لو كسب يبقى كويس جدا. وعلى فكره مش صعب ان النادي الاهلي يكسب فريق سان داونز في جنوب افريقيا يوم السبت الجاي. ليه؟ ان فريق سان داونز بيلعب كوره، من الفرق اللي بتلعب كوره حلوه وبتلعب كوره هجوميه، فيقدر يعني بيلعب جيم مفتوح، فيقدر النادي الاهلي يهاجم هناك في جنوب افريقيا ويكسب. ان المباراه بتاعت سان داونز هي مفتاح الصعود لدور الثمانيه. ان طبعا زي ما قلت لكم الهلال السوداني هيلاعب القطن الكاميروني الاسبوع الجاي في السودان، فهيكسب، هيبقى 9 نقط. وبعدين هيبقى عنده سان داونز، هيجي السودان فريق سان داونز، فطبعا الماتش هيبقى صعب جدا. فعشان ما يبقاش الاهلي يسيب الامور للظروف او يبقى بايد فريق تاني مستنيين نتائج فريق تاني عشان الاهلي يصعد، الاهلي يخلص بنفسه. يعني الاهلي بايده دلوقتي يقدر يكسب ماتشاته المتبقيه ويصعد لدور الثمانيه. وزي ما قلت لكم ماتش سان داونز يعني ماتش مهم جدا، نتيجته مهمه جدا جدا. نرجع تاني لماتش القطن. الاهلي بدأ كويس جدا النهارده. النادي الاهلي ما اداش فرصه لفريق القطن الكاميروني ان هو يهاجمه حتى من بدايه المباراه. ضغط، هدف اول، هدف تاني كمان كويس انه جه احمد القندوسي اول اهدافه مع النادي الاهلي، هدف جه قبل نهايه الشوط الاول، فخلص المباراه تماما. وبدا مستر كولر ينزل بعض اللعيبه اللي بيديها فرصه. وشفنا النهارده رأفت خليل النزل، الناشئ او الشاب فريق النادي الاهلي مواليد 2003 اللي كان في منتخب الشباب، عنصر وخامه كويسه جدا. انا شايفه افيد من بيرسي تاو. يعني عايزين رأفت خليل ياخد فرصه اكتر من بيرسي تاو، ان بيرسي تاو يعني رغم وجوده في الملعب النهارده ما عملش اي حاجه. وزي ما قلت لكم الماتشات اللي فاتت ان بيرسي تاو لما بيلعب تحت الفراوده افضل لما بيلعب مهاجم صريح. حتى لما لعب تحت الفراوده النهارده ما عملش يعني اي خطوره بالنسبه للنادي الاهلي. بيرسي تاو يعني لو طبعا النهارده عشان في غيابات كتير فخد فرصه في المشاركه. حسين الشحات مش موجود، احمد عبد القادر، الناس اللي بتلعب تحت الفراوده، فاضطر النهارده كولر ان هو يلعبه. ان هو كمان كولر مش عايز يلاعب برونو سافيو، بس اضطر ان هو يلاعب بيرسي تاو ويبدا بيه. وشفنا رأفت خليل اللي لو خد فرصه رأفت خليل الفتره القادمه هيبقى من نجوم النادي الاهلي في فتره قريبه جدا. ولعيب كويس جدا وخامه كويسه جدا، عنده سرعه وعنده قوه وعنده مهاره. انا تابعته حتى مع منتخب الشباب، لا لعيب كويس جدا رأفت خليل، وهياخد ان شاء الله فرصه الفتره الجايه وهيثبت نفسه كلاعب مميز جدا جدا، عنده قدرات تهديفيه وعنده سرعه وعنده مهاره من لعيب كويس، لعيب كويس رأفت خليل. فماتش النهارده ان فريق كمان القطن الكاميروني النهارده تعتبر مباراه سهله. فريق القطن الكاميروني هو حصلت المجموعه، يعني لغايه دلوقتي ما خدش ولا نقطه، خسر ماتشاته كلها، فهيخسر ماتشاته كلها سواء في الكاميرون
لما يلاعب، او في ملاعب الفرق المنافسه طبعا، زي ما شفنا سان داونز كسب القطن الكاميروني، الهلال كسب القطن الكاميروني في الكاميرون 3. ان شاء الله النادي الاهلي كمان يكسب القطن الكاميروني. لكن المباراه القادمه هي مفتاح الصعود، مباراه سان داونز هي مفتاح الصعود. لازم النادي الاهلي يرجع بنتيجه ايجابيه، تعادل او مكسب. طبعا لو مكسب تبقى حاجه رائعه جدا. علي معلول النهارده زي ما قلت لكم هو مفتاح الفوز، ودايما لما علي معلول بيبقى فايق بيفرق كتير مع النادي الاهلي. شفنا الناحيه الشمال النهارده في النادي الاهلي هي اللي شغاله بقياده علي معلول، وهو اللي عمل ال3 اسيست وال3 اهداف. لكن علي معلول طبعا ما يقدرش يلعب كل الماتشات بنفس المستوى. يعني الاهلي عنده ماتش مع المقاولين العرب الاسبوع يوم الثلاث، وبعدين هيسافر جنوب افريقيا. فعشان انت تاخد من اللعيبه اعلى مستوى خصوصا في ظل ضغط الماتشات لازم بعض العناصر المهمه تريح. فعلي معلول يعني اهم حاجه المباراه القادمه للاهلي هي مباراه سان داونز. مباراه سان داونز هي مباراه مهمه جدا، فاعتقد ان كولر هيريح علي معلول خلال الفتره القادمه عشان يقدر يشتغل ويقدر يكون فايق في مباراه سان داونز، انه فعلا جابها مهمه جدا. طيب النهارده محمد شريف اتعور وكهربا ما كانش موجود، شادي حسين نزل بس يعني برضه ما قدرش يثبت نفسه كمهاجم صريح للنادي الاهلي. مين اللي يلعب مباراه سان داونز؟ كهربا على مباراه سان داونز هيبقى جاهز، ومحمد شريف ان شاء الله الاصابه اللي يكون اصيبها النهارده ما تكونش اصابه طويله ويكون جاهز للمباراه القادمه. ان زي ما قلت لكم كهربا وشريف هم يعني الفراوده اللي لازم يكونوا موجودين بشكل اساسي في النادي الاهلي، كهربا والشريف، ان هم الاثنين اللي فعلا عندهم قدرات المهاجم المميز. ودايما انا كنت بقول برضو السنه دي انا بستغرب ان النادي الاهلي مشى حسام حسن وداه سموحه، وكنت بستغرب ان النادي الاهلي برضو باع او طلع احمد ياسر ريان بيع وشراء او اعاره لنادي سيراميكا، رغم ان الاهلي في حاجه الى واحد بمواصفات احمد ياسر ريان. الاهلي طبعا هيبدا يستعد للمباراه القادمه، مباراه المقاولين العرب في الدوري، والاهم وهي مباراه سان داونز في بطوله افريقيا. واعتقد كولر هيريح عدد كبير من اللعيبه في ماتش المقاولين عشان يكونوا جاهزين لمباراه سان داونز يوم السبت القادم. طيب اليومين اللي فاتوا كان في كلام على موضوع اعتذار النادي الاهلي على البطوله العربيه، وفي جواب نزل او بيان نزل على السوشيال ميديا ان الاتحاد العربي مش عايز الاهلي يشارك في البطوله. طبعا الجواب اللي نزل ده جواب فيك مش صحيح، انا اتاكدت يعني شفت القصه، والحقيقه فين ان النادي الاهلي فعلا اعتذر عن المشاركه في البطوله العربيه. ليه؟ عشان البطوله العربيه المفروض النهائيات هتتلعب في اخر شهر 7 وبدايه شهر 8، البطوله المجمعه اللي هي بطوله العرب للانديه ان شاء الله، بطوله سلمان للانديه العربيه اللي هتتعمل في السعوديه ان شاء الله. هتتلعب طبعا الفتره اللي جايه الادوار التمهيديه، لكن الاهلي تم ترشيحه، على فكره النادي الاهلي تم ترشيحه من الاتحاد العربي هو ونادي النصر السعودي للمشاركه في البطوله العربيه للانديه. ولكن النادي الاهلي شاف زي ما قلت لكم ان فتره او مده البطوله العربيه في شهر 7 في اخر شهر 7 مع بدايه شهر 8 دي هتخلي النادي الاهلي ما يستريحش، يعني الموسم يلحم مع الموسم اللي جاي. ان الموسم الدوري هيخلص السنه دي في مصر في نص شهر 7، وبيبقى في راحه بعد نهايه الدوري، يعني اللعيبه بتاخد شهر اجازه او 3 اسابيع اجازه عشان الدوري الجديد هيبدا 15/9. فالاهلي لو كان هيشارك في البطوله العربيه كده الاهلي مش هيستريح وهيلحم الموسمين مع بعض، الموسم اللي احنا بنلعبه والموسم اللي جاي، ان البطوله جايه في وقت الراحه ما بين الدورين. فالنادي الاهلي راى ان هو يريح لعيبته زي ما عمل السنه اللي فاتت في نهايه الدوري في اخر 7 اسابيع، ريح اللعيبه الاساسيه عشان يكونوا السنه دي قادرين يشتغلوا عشان الموسم ما يلحمش. فهو النادي الاهلي اعتذر بسبب القصه دي، ومفيش مشكله خالص مع الاتحاد العربي لكره القدم، بالعكس العلاقه مميزه جدا. ولكن الجواب اللي نزل على السوشيال ميديا ان الاتحاد العربي مش عايز الاهلي يشارك في البطوله والكلام ده، لا الكلام ده مش صحيح. الجواب ده زي ما قلت لكم فيك، والنادي الاهلي فعلا اعتذر عن المشاركه في البطوله العربيه، رغم ان كان الاتحاد العربي مرشح بعض الانديه اللي عندها شعبيه كبيره ان هي تشارك في البطوله العربيه، رغم ان هي مش مؤهله، يعني ما تاهلتش، ما خدتش الدوري في بلدها زي الاهلي كده وزي النصر السعودي. ولكن طبعا زي ما قلت لكم الاهلي اعتذر عشان
ميعاد البطوله في ميعاد راحه الفرق هنا في الدوري المصري عشان ما يبقاش الموسم ملتحم مع بعض. زي ما قلت لكم برضو في الكلام على رأفت خليل، عجبني جدا النهارده وقدر يثبت نفسه مع النادي الاهلي، وانا شايف ان رأفت خليل ياخد فرصه اكتر من بيرسي تاو اللي ما عملش حاجه خالص في النادي الاهلي خلال الفتره اللي فاتت وعلى طول متعور، والنهارده حتى يعني رغم من سهوله المباراه امام القطن الكاميروني لكن برضو ما ظهرش بشكل مميز في المباراه. بشكركم ونتقابل على خير ان شاء الله.